قبل ما ابدا فيديو النهارده فمعانا مسابقه قويه على الثلاث عروض اللي موجودين قدامكم. كل اللي عليك ان انت توصلوا الفيديو ده 1500 لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس على الكل وبس كده. وتعالوا ندخل على طول على فيديو النهارده. معايا اقوى خطه قدرت افوز بيها 8 مباريات متتاليه. الخصم اللي كان بيقابلني ما كانش عارف انا بلعب بانهي تشكيله وانهي تمركز للعيبه. تعالوا افرجكم على الخطه وانت هتستغرب، بس ما تنسوش المسابقه يا شباب. وصلوا الفيديو 1500 لايك ولازم تكون مشترك معانا. هنختار 3 هيفوزوا معانا بالثلاث عروض اللي موجودين قدامكم. في الاول حابب اوريكم ان انا فزت بيها كام مباراه ورا بعض. بصوا كده يا شباب، ادي واحده 1 2 3 4 5 6 7 تم التعادل في الثامنه. 7 مباريات ورا بعض زي ما انتم شايفين. خطة قوية جدا يا جماعة، التمركز بتاعها عظمة. تعالوا اوريكم التمركز تعمله ازاي. كل اللي عليك هتجيب الخطة اللي هي 4، اللي هي دي 4 3 2 1، تمام. وهتجيب مدرب كويك كونتر. شوف انت بقى عندك مين كويك كونتر كويس وتلعب بيه، تمام. بعد كده هتخلي لي واحد سي اف، هتخلي واحد اس اس، هتخلي واحد ال دبليو، ده تخليه اس اس. اسحبه ورا شويه كده بالظبط، التمركز في جهه الشمال، تمام. هتكمل معايا، هتخلي ده اي ام اف، هتحط واحد سي ام اف وواحد دي ام اف، وهتسحب واحد من المدافعين تخليه سي ام اف. ما تخليش 2 دي ام اف، خلي واحد سي ام اف وتخلي كده، تخليها بالمنظر زي ما انا عامل كده. هتخلي 3 سنتر باك، ادي 1 2 3 كده. التعليمات الفرديه هي كانت اهم حاجه عندي في التشكيله، حابب اوريها لكم برضو. في الاول هنخلي واحد ديفنس وواحد اتاك. طبعا الديفنس هتخلي ده ما يتقدمش خالص. اي نعم انا عامله سي ام اف، بس بديله تعليمات ان هو ما يتقدمش، تمام. ليه؟ ساعات كده هيفلت معاك ويتقدم معاك في هجمه، عشان كده انا عامله سي ام اف، تمام. عامل كمان الاتاك، مخلي مين اتاك ده عشان اضمن ان هو يطلع، عشان بخلي ستايل لعبه كرييتيف بلاي ميكر، تمام. عندك ده ساحب واحد ديب لاين اللي هو الدي ام اف، تسحبه ديب لاين. عامل الهجوم، خليه في الهجوم ثابت ما يتقدمش بالمنظر ده. ممكن تخلي ده اتاك، ممكن تخلي ده اتاك عشان يفتح لك جبهه هنا. يعني ممكن تسحب ده اتاك وممكن تسحب ده اتاك. العب شويه ان ده تديله تعليمات ان هو يعمل اتاك، والعب شويه ان ده تديله يعمل هجمات يعمل اتاك. هتخلي واحد بس في الدفاع يكون اسلوب لعبه اللي هو ديستروير المحطم، واحد بس المحطم. اما بالنسبه لده وده هيكونوا بيلد اب عشان يسندوا. طبعا انا خليت الاثنين دول، ممكن ده تخليه سي ام اف وممكن تخليه دي ام اف. لو خليته دي ام اف ما تدوش تعليمات ان هو يهاجم، ان هو يدافع. لو خليته دي ام اف وخلي الاتاك لميسي، يبقى انا كده طلبت من 2 اتاك اهم، اللي هو السي ام اف اتاك يهاجم وده يهاجم. خلي دول يهاجموا واقلب ده دي ام اف لو انت ما بتعرفش تدافع، او خلي ده دي ام اف وده دي ام اف، تمام. ده انكر مان اللي هو اسلوب الارتكاز، وده انكر مان اللي هو اسلوب الارتكاز عشان يفضلوا ورا. ده يهاجم وده هيهاجم. وطبعا الاس اس ده كرويف بيهاجم، ممكن تخليه هول بلاير. وده بيهاجم وده بيهاجم، يعني رومانيجا او كرويف، تمام. دولت بيلد اب. التعليمات دي نفذها بنفس التشكيله وتضمن ان انت تفوز زي كده في المباريات. يعني زي ما انت شايف ادي 1 2 7 وتعادلت في الثامن وهكذا. ماشي يا شباب، بس كده هي دي كانت حلقتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء في حلقات قادمه.